أجمل شواطئ الجزائر وين؟ في سكيكدا وبدون منازع. وين بالضبط؟ في القل. راح نشوفوا معظم الشواطئ تاعها والشلالات. من هذا المنزل الجميل بسم الله ما شاء الله راح تكون الإقامة تاعنا في مدينة كركرة. كركرة هذه متواجدة وين؟ في مدينة سكيكدا، تابع لمدينة سكيكدا وبعيدة على القل واحد 10 دقائق سير في السيارة. المهم هذه المدينة جات في موقع استراتيجي مليح، لاخطر عليه لي بلاج الملاح ولا الشواطئ ممش بعاد عليها بزاف، 10 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة، من أحسن الشواطئ في الجزائر هذه هي. وكاين حتى دي بلاج يروحوا لهم بالبوطي. انطلاقا من مدينة كركرة، الأول شاطئ راح نروحوا ليه، راح نهزوا السيارة ونمشيو حوالي 10 دقائق إلى شاطئ بن زويت، ومن بعد نهزوا البوطي واحد 20 دقيقة يدينا الأحسن من أحسن الشواطئ في الجزائر، هو شاطئ القصر. البوطي هذا يديك ب200 ألف، يديك الصباح يقلبك العشية، انت تقول له الوقت اللي يرجع لك مع العشية مع غداه هو يجي. مدة الرحلة في البوطي هذا واحد 20 دقيقة حتى نصف ساعة، على حساب البحر يعود كالم ولا يعود هايج. هذا هو شاطئ القصر، بسم الله ما شاء الله. كما قلنا وين جاي الشاطئ هذا؟ في بلدية كركرة ولاية سكيكدا، وهذا الشاطئ واحد من الشواطئ العذراء والطبيعية في هذه المنطقة. الحاجة المليحة في الشاطئ هذا أنه جاي معزول ودايرة به الطبيعة، وفيه واحد الهدوء وجاذبية وحدها، وبعيد على الزحام، ما فيهش غاشي بزاف، واحد المناظر خلابة.
هذا الشاطئ مليح بزاف للناس اللي تحب التخييم والتأمل بعيد على البلايص تاع السياحة التقليدية. وفي هذه الجبال المحيطة بالشاطئ كاين واحد الموقع تاريخي روماني، على بها مسمينه على هذا الاسم، نقصر روماني. كي عندنا مروحين هنا البحر طلع غير شويه برك، البوطي هذا بدا يطلع بينا ويهبط وحنا نتخطوا قريب يطيشنا. يا سبحان الله قدام بانوا صغار قدام عظمه الخالق. الشاطئ الثاني هذا اللي رايحين له هو بن زويت، وبعيد علينا حوالي 10 دقائق بالسيارة. In 400 meters, your destination will be on the left. شاطئ بن زويت هذا هو، واللي تابع ثاني الكركرة، وفيه المرافق كامل اللي تستحق السائح كما المطاعم والمقاهي إلى ما ذلك. ومن هنا استأجرت البوطي اللي رحت فيه للشاطئ تاع القصر، والصباح تلقى الزوارق مقارين هنا تقول سانتيفي يديوك وين بغيت. وهذا الشاطئ محروس يحطوا فيه الرايات على حساب حالة تاع البحر. هنا كان السيد هذا حاصل مزية شافوه الرجال تاع الحماية المدنية وجبدوه في الوقت المناسب. اللي يحب الكالم بلاصتو ماشي هنا، لأن الشاطئ هذا فيه غاشي بزاف. أنا غير مانيش نصور في الناس، ما عندكش حتى وين تريح.
هضرنا على شواطئ كركرة بصح ما هضرناش عليها. هذه البلدية تابعة لدار تمالوس ولاية سكيكدا، المساحة تاعها حوالي 85 حتى 93 كيلومتر مربع. الوقت الحالي فيها حوالي 30 ألف نسمة. السكان تاعها يخدموا بزاف في الزراعة، وثاني التجارة باينة كما كامل الولايات والمدن، وفي مجالات تاع السياحة والصيد البحري. ما يبيعوش الاسطوره ما تنصح 50 ما كاش اخويا من هي ما كاش يبيع الفلوس كل رقم. بارك الله فيك يعطيك الصحه. كمان ودوك وين رايحين؟ لأشهر شاطئ في ولاية سكيكدا، وهو شاطئ واد بيبي. الانطلاقة كالعادة من مدينة كركرة حتى لشاطئ واد بيبي اللي بعيد حوالي ساعة في السيارة. هي كاينة واحد 30 كيلو برك، بصح علاه تقطعها في ساعة؟ لخطرة كاين بزاف المنعرجات والطلوع والهبط، بصح معليش يستحق العناء. وهذا هو شاطئ واد بيبي من بعيد من الأعلى. شوف ذاك المنظر، بسم الله ما شاء الله، سبحان الخالق. شاطئ واد بيبي من أجمل الشواطئ الجزائرية وفي العالم، ودوك نقول لكم عليه. في عام 1992 صنف كواحد من أجمل 100 شاطئ في العالم، وما هيش هكاك برك. يتميز بالمياه تاعو الصافية والرمال الناعمة. شوف كيفاه جاي في هذا الغطاء النباتي الكثيف، ودايرين به هذه التضاريس الصخرية الجبال. وهذا الشاطئ مثالي للاسترخاء والهدوء، ما شاء الله. ودوكا نروحو من كركرة إلى مدينة القل الغنية عن التعريف، واللي تبعد علينا حوالي 10 دقائق بالسيارة. هذا ميناء مدينة القل من الأعلى.
مدينة القل هذه هي بلدية ساحلية في ولاية سكيكدا الجزائرية. شوف، من رغم أنها صغيرة مشهورة هذه المدينة بجمالها الطبيعي اللي جاي بين جبال الشواطئ الساحرة ما شاء الله. وترجع جذور هذه المدينة للحضارات القديمة كالفينيقيين والرومان، ويوجد فيها عدة معالم كخليج القل، رأس بوقارون، وشاطئ تامنارت. والميناء تاعو هذا من أقدم الموانئ في المنطقة، والتاريخ تاعو من قرون عديدة يحصرها، وفاتت عليه حضارات لخاطر الموقع تاعو استراتيجي هام. هذا الميناء يخدم الوقت الحالي كميناء الصيد تقليدي، بيحوسوا يقلبوه ميناء تجاري للدعم الاقتصادي. إن شاء الله ربي يسهل الأمور. الشاطئ هذا متواجد في مدينة القل، واللي اسمه شاطئ عين الدولة. فالله عز وجل يكرم الطاعون. من مدينة كركرة إلى أفنسو اللي متواجد فيها واحد من أجمل الشلالات في هذه المدينة. راح نمشي واحد الساعة في منعرجات هذه الجبال صعودا ونزولا، بصح واحد المناظر ما عندي ما نقولكم فيها. بسم الله ما شاء الله. شلال أفنسو هذا اللي رايحين ليه هو شلال طبيعي جاي في قرية أفنسو، وهي تابعة لدائرة قنواع. الحاجة الهائلة هنا ثاني جاي في وسط هذه الغابات الكثيفة من الأشجار. كاين الأشجار كاستناء والصنوبر والفلين، وهذا علاه يجيوه الناس اللي يحبوا الطبيعة والمشي لمسافات طويلة. هنا راني مانيش نصور في الناس، بس غاشي كبير الله يبارك اللي مروحين، لخاطر انا اصلا ما جيتش بكري، جيت العشيه. الطريق تاعو شويه واعره، شوف هنا كيف الهبطه جات حاده، وهنا باش تلحق من وين تحط السيارات تاعك حتى للشلال واحد حوالي نصف ساعه مشي على الاقدام.
وهذا هو الشلال اللي جاينا على جال. وكان يعرف قبل بشلال الرحي. علاه؟ لخاطر كانت فيه طاحونة قديمة. هنا كي نحسبوا الارتفاع تاع الشلال هذا يعود واحد 7 مترات هكاك بالتقريب. شوف القعدة هنا واش نقول لك، بسم الله ما شاء الله، راحة نفسية.